الليلة ليلة ويا الحزن تحسب ليالي، يروح غالي وينتظرها وداع غالي، يروح غالي وينتظر وداع غالي. كل مصايب هالجرد تلقاها عيدها، هاي باخوتها انفجع بالطف وردها، هي لاجل حسين مفجوعة بولدها. 4 شباب ضحوا رقاب ذكر دموع. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجوركم باستشهاد أبا عبد الله الحسين عليه السلام. شلونكم بنات؟ إن شاء الله الكل بخير. اليوم راح أسوي ثواب لأبا عبد الله، راح أسوي مرقة دجاج وتمن وهنا هريس. مثل ما تشوفون عندي هاي الطماطة شوية ناشفة أو يابسة، فحميت لها ماي وخليتها على مود تصير طرية، وبعدين ضربتها بالخلاط. وهنا عندي التمن غسلته بالليل ونقعته تقريبا 15 كيلو. هسه راح أصفيه من الماء على مود نطبخه. تمن هنا بزمكي راح نسويه بزل. وهنا أول ما بديت بالمرقة خليت هنا دهن وضفت البصل وراح أحمسه إلى أن يذبل، وبعدين أضيف البهارات والطماطة. ما راح أسوي مرقة هواي لأن ما راح نوزع بماعين مثل ما نسوي بالعراق. هسه تشوفون بالفيديو شلون طريقة التوزيع، يعني ما راح نخلي مرقة هواي مثل ما قلت لكم، والمرقة تصير ثخينة. هنا ضفت البهارات، عندي هنا كركم وبهارات مشكلة وكاري وخاشوقة شاي، بهارات برياني على مود ما يتغير طعم المرقة، لأن بهارات البرياني شوي قوية. هسه راح أضيف الطماطة وأحمسها ويا البصل وأتركها إلى أن ينشف مايها، وبعدين أضيف المعجون. عندي هنا الدجاج غسلناه وهسه راح نسلقه. الدجاج 80 وصلة أو 80 قطعة. هسه هنا ضفنا المعجون، ضفنا قوطيين معجون، وبعدها راح أضيف الكاتشب وأحمسهم سوية وأضيف الماء وأتركها إلى أن تستوي المرقة وتاخذ الثخن المناسب أو الثخن اللي إحنا نريده، وبعدين أضيفها على الدجاج. مثل نار الغضا نيران فرقاهم، لو ان بيدي يصيح كان شوية أداوير على أحبهم وين ألقاهم، إذا أنسى الهوى هيهات أنساهم، ما أكابر بعد والحبيب ابتعد، ليلي خلص نوح وسهر روحي
هسه راح أضيف له الماء وأتركه على النار إلى أن يستوي الدجاج. هذا الدجاج عندنا راح أسلقه. هنا أنا ضفت بصل وبهارات برياني وثوم وورق غار، وراح أترك الدجاج إلى أن يستوي، بعدين أضيف له المرقة وأتركه على نار متوسطة. الدجاج أكيد مستوي بس راح ياخذ من طعم المرقة والبهارات، وبعدين نرفعه من النار. طلعت المرقة كلش طيبة، طعمها يعني كلش طيبة. هذا شكلها من بعد ما استوت. هسه راح نسوي التمن. بالبداية خلينا الماي الحار، خلينا الماي إلى أن فار، وبعدين ضفنا التمن. يمتى تعود لي ردود ليل طويل عقبك وانا جفن قصير، قلبي صاح ما مرتاح طمني عليكم ليشهد تأخير، أقضي الليل باليا ويل رافقت القمر ومسامرا نجمات، عفت النوم وانحب دوم شبه طير العويد من يجر والنار، العلة تزيد وانت بعيد وبنار المفارق ذاب دل، شبه اللي مغشي عليه جب فرقتك بعد، لا نمني الأحياء انحسب لا نمني الأموات. وهنا أنا راح أسوي تمن الزعفران. بالبداية خليت دهن وبعدين التمن، ضفت ملح وضفت ماي الزعفران، وراح أضيف الماي وأتركه على نار هادئة إلى أن يستوي. ما سويت تمن زعفران هواي لأن راح نضيف شوي فوق الماعون. وهسه راح نبدأ بالتوزيع مثل ما تشوفون. وهنا أنا راح أسوي الهريس. هذا الطبخ يعني التمن والمرقة سويناه بيوم الدفنة يوم 13، بس الهريس سويته يوم 10 يوم الطبق، فما نزلته لأن التصوير كان قليل، فهنا أنا خليته بهذا الفيديو. بالبداية نقعت الهريس ليلة كاملة وخليته على النار إلى أن فار، وبعدين نصيت النار على أقل شي وتركته براحته إلى أن يستوي. ومن استوى تقريبا يعني نص سوا ضفت اللحم، ومن بعد ما استوى ضربته بالهاند بلاندر
ما سويت هواي، تقريبا كيلو، لأن هنا التوزيع شوية صعب بالقوي، يعني ما يفتحون الباب من ندقه، ولازم نوقف بالشارع وننتظر السيارات من تتعدى على مود ننطيها، مو مثل بالعراق أكيد. هسه هنا من بعد ما استوى الدجاج راح أضربه بالخلاط اليدوي. اكو بيهم يضيفون نشا، واكو بيهم يضيفون حليب، اكو يخلون دجاج بدال اللحم، بس هو اكيد باللحم اطيب شي. وهذا قوام الهريس صار طيب، كلش طيب. وهنا خليت زيت ودارسين، خلطت وياه شكر على مود اضيفه على وجه الهريس. وهنا يخلص فيديونا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا أنسى الهوى هيهات أنساه، ما أكابر بعد والحبيب ابتعد، ليلي خلص نوح وسفر روحي